تخزن الرز تحطي فيه ملح عشان تحتفظي بالرز ما يكونش فيه دود ولا فيه سوس ولا فيه حاجة. هي كانت بتحط فيه ملح. انا برضو بتحط له ورق لورا. يعني انا لما اجيب الرز كده فيه ورق اللورا ده بيمنع يجيله دود او يجيله سوس. طبعا وانت بتيجي بقى تاخديه وتنقيه بتشيلي منه الحاجات دي تحطي عشان ما يجيلوش دود ولا سوس. تحطي فيه يا تحطي له فلفل اسود يا تحطي له ورق لورا يا تحطي له ملح. امي كانت بتحطي ملح عشان تخزن الرز وما تخافش عليه من الحر. تحط له ملح. هنا ورق اللورا برضه بيمنع يجي فيه دودة يجي فيه سوسة. عشان تحتفظي بالرز وتخزنيه كويس. طريقة حفظه حطي فيه فلفل اسود حطي فيه ملح حطي فيه ورق لورا كده. ورق اللورا بيحفظ برضو. حتى لما باجي احطها في السمنة البلدي ما باجي اخزن السمنة البلدي بحط فيها ورق اللورا ده. شايفين؟ واخزن واحط هنا بقى اجيب ابيض الرز واجيب احطه في جرادل واقفل عليه عشان تخزنيه طريقة التخزين كويسة وتحفظيه. تحطي فيه ورق لورا او فلفل اسود او ملح. امي كانت زمان تحطي ملح بحطه في جرادل واغطي عليه وتحطيه في مكان متهوي. انا حفظته وحطيت فيه ورق لورا وتغطي عليه وتحطيه في مكان متهوي. وتغطي عليه كده تضمني ان هو تحفظيه ما يجيلوش دودة ولا يجيله سوسة ولا يجيله اي حاجة. ودي طريقة الحفظ عشان الرز ما يجيلوش دودة ولا سوسة ولا اي حاجة. وده الملح الخشن. الملح بتاعنا الخشن حط كده عليه ملح. كانت امي الله يرحمها تحط عليه ملح اهو. تخزني الرز تحطي عليه الملح وطبعا ما بستكفيش بالملح بس بحط عليه ورق لورا عشان شايفين عشان انا واقفة في الشمس. حطي عليه الورق اللورا عشان تحتفظي بالرز ما يجيلوش لا سوسة ولا دودة. كنت اشوف امي تحط عليه ملح والملح الخشن اهو اللي احنا بنجيبه وتحطه في قلب الرز. لو هيغيب في مكان حار ما تحطوش في مكان حار. انا حطاه في البلكون. كده بقى لا هيجيله لا سوسة ولا دودة ولا اي حاجة. حطيت
حطيت الرز بتاعك عليه الملح وعليه ورق اللورة، ولو عندك فلفل حصى حطيه. وطبعا انت ما بتيجي تشيلي، بتيجي تشيلي الرز وتاخدي الرز وتركين الورق في جنب، او الملح بيطلع مع المي كده. تحطيه هنا في جرادل اهو، تحطيه في جرادل اهو، وتغطي بقى، وتغطي الغطا بتاعك. تغطي الغطا بتاعك وتحافظي عليه لا يجيله دودة ولا سوسة. ولايك بقى لو عجبك الفيديو، لايك عشان الكل يستفيد ويعرف يخزن الرز بتاعه ازاي والحاجة بتاعته ازاي، عشان لا يجيلها دودة ولا يجيلها سوسة. لايك وشير عشان الكل يستفيد وينزل لكم كل جديد. هذا الرز بتاعي اهو، الرز بتاعي اهو اللي مخزناه، حط عليه ورق اللورة. عندك ورق عندك فلفل اسود حصى حطي، عندك قرون شطة ناشفة حطي، هتمنع لك اي سوسة ولا اي دود. الرز بتاعي اهو، تاخدي منه ونضيف زي الفل. الرز بتاعي اهو حطاه في جرادل وبغطياه، حاطه فيه ملح زي امي الله يرحمها، وحاطه فيه ورق لورا. الورق اللورا برضو بيحافظ عليه ما يجروش اي سوسه ولا اي دود.